ورق العنب 25. انت نايمه لحد دلوقتي ليه؟ نايمة عادي. وانا قلت لك الاكل يخلص الساعه 5 والساعه دلوقتي 4:30 وانت ما قمتيش من مكانك. يا ده لسه بدري قوي على الساعة 5 دي. يعني ايه لسه بدري؟ ده فاضل نص ساعه تلحقي تعملي الاكل لو ما عملتش الساعه 5 انا هنزل من البيت وهنزل على لحم بطني، وانا لو نزلت من على لحم بطني هرجع على عظم وشي. يعني ايه؟ ما اعرفش. انا 10 دقايق والاكل يكون خلصان. ليه هتطلبي دليفري؟ مش دافع. هو يعني لو دليفري اصلا هيجي في 10 دقايق؟ امال بقول لك ايه؟ ايه، ما تعكننش عليا النص ساعة دي، سيبني نايمة التلت ساعة ديت وانا قبل الساعة 5 ب10 دقايق هقوم اعمل الاكل. انا مش هاكل زبادي. جبت طباخة. طب وريها لي فين؟ هي فين؟ هنا في البيت؟ انت مالك يعني اتبسطت كده ليه؟ انت عبيطه ولا ايه؟ ايه اللي جبت طباخه؟ انا عايز اكل، بلاش بقى اللف والدوران بقى والشغل ده. ايه دي بقى؟ ايه دي الطباخة بتاعتي. ايه بقى يعني ايه؟ انا شايف حله عاديه، شيء عادي. لا طبعا مش عادية، دي حلة ضغط. حلة ضغط من اديسون اهي، مكتوب عليها اديسون، وجايباها من عند الركن الخليجي، ده جايه من السعودية مخصوص يا ابني. حله الضغط معاك كتالوج؟ ما هي الكترونية. ترى بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول مره اشوف حله ضغط كده الصراحه. طب وانت ليه بقى هنا؟ ما تيجي تخش بقى عشان البوتاجاز. بوتاجاز ايه؟ بقول لك ايه الكترونية. مكتوب عليها بالعربي؟ مكتوب عليها بالعربي. ايه ده؟ سمك فيش مطاريز ايه؟ مطازيز. ايه المطازيز دي؟ بنعمل ايه؟ بندوس هنا ونلف. اوه دي فيها حله. دي الايه؟ دي شبكه؟ اكيد شبكة. بتحط اللحمه بقى هنا. نزل حاجتها وشربتها على اللي تحت. بس اهم حاجه نشيل البتاعه دي، لازم بقى نشيل ده عشان ده بيتحرق، لازم نشيله كده. الكهرباء يا ابني، الكهرباء ده لو احنا هنحط اللحمه عليها او الفراخ عليها. بس انا صراحه حابه ان انا احط اللحمه والفراخ مع الرز فياخدوا كده من طعم بعض. دي حله من الجراني معاها معيار عشان لو هنزود ميه او هنزود حاجه. بقى علبه بنحطها هنا كده عشان لو نقطت ميه الميه ايه تنزل في ده، يعني هو مصرف يعني بخار الميه يتجمع هنا. هتلاقيها برضو دي غاليه. لا مش غاليه خالص، جايباها من عند الركن الخليجي، كانوا عاملين عليها عرض. بتعمل ايه؟ بشوفها من جوه عامله ازاي. انت تشطف لي دي بقى عشان انا هحط فيها دلوقتي الاكل فعايزاها نظيفه يعني. واحنا هنطبخ هنا؟ هنطبخ في الاوضه عادي ومش هتعمل ريحه. الشغل طبخت كفته في اوضه النوم وسلقت طعميه في البلكونه ده. والله ما هتعمل ريحه خالص لانها محكمه الغلق جدا جدا. يعني احنا هنطبخ هنا؟ والله هنعمل الاكل هنا. امال جايبين مطبخ ليه؟ ده بقى اللي بيعمل الحراره هنا، ده الجوان اللي بيقفل ويفتح من هنا. بعد كده نجيب ده كده نقفل وكده نفتح. ايه الماشيه دي عشان لما نحط دي هنا كده فوق الاكل نروح ايه شدينها كده. مسكتين نعمل كده ترى عشان تبقى سخنه. دي بتعمل اكل ايه بقى؟ بتعمل كل حاجه في الدنيا. عايز تعمل ايه؟ بشاميل؟ بتعمل كل حاجه. دي بتعمل مكرونه بشاميل؟ بتعمل كل حاجه. نجيب الحله كده بعد ما غسلناها نحطها هنا ونجيب بقى اي نوع رز ما احنا عايزينه، رز بسمتي، رز ابيض. انا الصراحه جبت رز ابيض. انا اللي عاجبني ان احنا نطبخ بره المطبخ. ادي الرز اهو. عايزين نعمل رز بشعريه نعمل، عايزين نعمل رز عادي نعمل. ايوه يعني احنا دلوقتي هنطبخ ايه؟ هنطبخ رز وفراخ في حله الضغط. ده حله الضغط الطبيعي بتاعنا ما بيدخلش فيها غير اللحمه. لا انا امي مربيانا على كده. بتعمل فيها كل حاجه طبعا. انا حاسك بتفتي. الرز بيتعمل في قد ايه يا احمد؟ بتعمل في تلت ساعه. 45 دقيقه اقل حاجه خالص. انت لسه هتحمر واتقل على الرز لما يستوي. الناس كلها بتقول لنا كده. فاضل تلت ساعه الساعه 5 وانا عايز اتغدى عشان انا بدات اهبط واصدع. 10 دقايق والاكل يكون خلصان. حطينا الرز دوت محطين فيه الملح وحاطين فيه فلفل اسود. هجيب بقى الفراخ بتاعتي الجميله، ممكن احطها على الشبكه بس انا مش عايزه احط الشبكه، هحط الفراخ في الرز على طول هتديني طعم بقى. ما نحطش هنا اي زيوت ولا اي دهون خالص، يعني اقل نسبه خالص. لو احنا هنحمر الشعريه نحمره في معلقه زيت، لو مش هنحط رز بشعريه اصلا رز ابيض او رز بسمتي هنحطه زي ما هو من غير ما يتحمص او يتحمر او يتشوح او ايا كان بتقولوا ايه، ونحط عليه الفراخ على طول لان الفراخ هتنزل كل الدهون بتاعتها على الرز. في الرز اصلا هيبقى دهونه تمام، مش محتاج اي دهون اكتر من كده. طب الرز محتاج ميه، هنحط الميه ازاي بقى؟ احنا هنحط الميه بالكاتل بقى، ما تهدي. مش معنى حله الضغط دي ما تجيبي حله ضغط تانية وعلى النار يعني؟ اولا لان انا ممكن اطبخ فيها الاكل قبل ما نبقى عايزين نطبخه بكتير. يعني انا دلوقتي خارجه وعايزه الاكل يستوي الساعه 5، هقول لها سوي لي الاكل الساعه 5. بروجرامز يعني. بالظبط. هحط الاكل فيها واغطيها واسيبها الاكل يستوي. مثلا ايه اظبطها انها تشتغل كمان 4 ساعات، تشتغل كمان 4 ساعات.
شغاله بالاي اي. وبعد ما تشغلها وتعمل الاكل، تعمل الرز في 10 دقايق وتعمل الفراخ في 10 دقايق، تفضل تسخن لي الاكل لحد ما اروح. طب ما قمتيش ليه من بدري عملت الكلام ده؟ طب وانا اقوم ليه وهو بيتعمل في 10 دقايق؟ ده غير ان موضوع التسخين ده ممكن نشغله لوحده. يعني الاكل انا لو عندي اكل بايت من امبارح اسخنه. ده غير ان انا لما اعمل الاكل هنا انا ممكن اشيل الحله دي والفها بستريتش كده ولا اي حاجه، ولا احط عليها غطا واحطها في الثلاجه بدل ما انقل منها الاكل وارجع تاني احطها هنا واسخن الاكل تاني يوم. ودي بتتغسل عادي زي الحله العاديه. حله جرانيت. ادي الميه اللي بتغلي جت. يلا بسم الله. سمي 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 سمي. ما سميتش. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط لها بقى ميه اقل سنه بسيطه من اللي احنا بنحطها في العادي عشان اللي على النار بيبخر، لكن ده مش بيبخر فبيحافظ على نسبه الميه اللي هنحط لها. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بقى بجد هنحط الفراخ فوق الرز؟ نحط الفراخ فوقيه كده. بص مش هتغطس والله، هتفضل على الوش. هتنزل شوربتها في الرز؟ هتنزل بقى الدهون بتاعتها والدسم بتاعها في الرز، فبالتالي مش الرز هيبقى محتاجين طعمه فراخ. ومش محتاجين ان الرز ده ايه نحط فيه دهون ولا زبده ولا كل الكلام ده. صوت. انا عايز احط البروجرام بتاع المطازيز. لا دي فراخ ورز. دلوقتي الفراخ اهي دجاج 13 دقيقة، السمك 5 دقايق. ايه ده السمك في 5 دقايق؟ 20 دقيقة. الله. ورق العنب 25. الكيك بتعمل كيك 18 دقيقة. 18 دقيقة. المطازيز ما اعرفش ايه هي المطازيز بس هي اكل. والله شكلها حلو بتاخد وقت اطول. طيب والرز بياخد 12 دقيقة. ماشي. ايه بقى الطبخ البطيء ده؟ الطبخ البطيء ده لو حاجة انت بقى هتظبطها بقى مانوال. زود بقى الشغل. هزود وانقص من هنا بالظبط. وده الكيبورد ده ان بقى انا التسخين. اسخن بس. ده احنا بنقفل منه مكتوب عليه الغاء وتسخين الاثنين. لو انا عايز اسخن او الغي التسخين. العلامه اللي هي بي دي يعني بيسخن وكده يعني وقفت. بقى دلوقتي نظبط على بتاعه الفراخ. تمام 13 دقيقة بالظبط. هي كده هتشتغل خلاص لوحدها فعلا. خلاص دوسه واحدة كده خلاص. طول ما ده كده بيلف هي كده بتشتغل. حلو خلاص. ظبطناها على 13 دقيقة. انا مستغرب الصراحة يعني 13 دقيقة الرز والفراخ هيكونوا خلصانين. تراهني يعني الرز والفراخ اسرع من المطازيز. شوف سبحان الله. واضح المطازيز دي حاجة كبيرة يعني. هي خضار ولحمة. بعدين دي قطايف. ده في قطايف. مطازيز الحمادان. يا جماعة انا مش عارفة ايه المطازيز. اي حد من السعودية يقول لنا ايه المطازيز دي. المطازيز أكلة شعبية سعودية تشتهر بها منطقة القصيم وفيها ماليش دعوة. صعب أصلا في القراية المقادير انت اللي قريتها بشكل غريب. ما هي مقادير سعودية فلازم تتقري كده يعني. يلا نقول بسم الله. بسم الله. فات اهوت ايه الوقت. انا خايفة قوي امسكه في حاجة. ايدي اتسلخت. لا ما أنا عمال أقول لك. لا استنى. كل ده بخار ميه. أنا بحب اللحظة دي جدا. خياراتي مدمرة حياتي حياتي، خياراتي مدمرة حياتي. شوف فرحتنا في حلة الضغط. كل ده لسه اللوك مقفول وبنفضل قاعدين بقى مستنيين. البخار ده سخن. يوم واي دي زاوية. ريحة البخار اللي طالعة فراخ. ايوه. الزرار ده مش هيتداس عليه غير لما كل البخار يخرج. ده الزرار اللي احنا بنفتح منه. بص يلا بقى جوعتينا. كل ده مش والله ما هتفتح غير لما البخار يخلص. انا مش دعوه. هي مش راضيه. للأمان يعني. فيها امان اهي كده اشتغلت اهي. بيتداس الزرار عليه. دخل لحد ده. بسم الله. واو الله أكبر. يس انا صح. تعالى بقى ندوق الرز. مسقي بشوربة الفراخ طعمه فراخ. طب تعالى. بس سخن عليك يعني. طب نسمي الله. كسوة والله العظيم مظبوط. تاكل ورك ولا صدر؟ صدر طبعا. ماشي ادي الورك بتاعي. بسم الله. نحط بقى الرز. بصوا يا جماعه الرز عامل ازاي. الرز فيه طعم وشوربه الفراخ بالظبط. انا هموت واكل الحته اللي كانت تحت الفرخه بالظبط. وريقي جري انا عايزه اكل. هنجيب لك ايه مغرفه ولا ايه؟ مش عارفه احط. مش عليك بقى احنا عاملين دايت. هم دول بس؟ مش عايز تاني؟ لا كفايه. وبعدين ده طبق كده.
ده الورك. هل ينفع يتعمل فيها مندي اللي هو بيتعمل بطريقه باللحمه المفروم؟ والموزه، نسوي اللحمه والموزه وكل الحاجات دي في 20 دقيقه. اهم حاجه ان احنا نظبط بس الملح والحاجات قبل ما نقفل عليها، علشان احنا مش هنعرف نفتح نطمن. عندي فكره ان احنا ممكن نعمل ونستخدم الشبكه دي، حط اللي فوقيها حاجات من اللي هي بتقعد تنزل الصوص بتاعها. بصوا يا جماعه، لو احنا خايفين ان مثلا اللحمه يبقى فيها عظم، فاحنا خايفين ان العظم ده يقع في الرز، فنحطها ايه على الشبكه. سمك مثلا، ايه تاني، اي حاجه عايزين نسويها من فوق على الشبكه دي عشان ما تغطس في الرز او في المكرونه، تتعمل تحت. بصوا شكل الرز عامل ازاي اصلا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مفلفل وجميل. احلى حته في الحله فيها رز اللي تحت الفراخ على طول، اللي تبقى شاربه طعم الفراخ. تعالى بقى ناكل بقى، انا سامعه صوت بطنك من هنا. والله العظيم بتعمل صوت. سامعه صوت الجوع من هنا. خلصنا في الميعاد ولا لا؟ خلصنا في 25 دقيقة، في 5 دقايق زيادة فوق ال 20 دقيقة بتوع الحلة. وانا بعمل ايه؟ وانا بغرف الاكل يعني. وبنجيب حاجات والمعدات، بس انا مبسوط وصراحة عندي افكار جامدة قوي الحلة دي. بس في الاخر مش انت اللي طبختي. تسلم ايديا. بتحبي تاكل من ايدي ولا ما بتحبش؟ والله تسلم تكنولوجيا، مش تسلم ايدك خالص، ما عملتيش اي حاجه. ده انا ممكن اقوم اعمل لنفسي يعني. انا دلقت شويه رز، حطيت شويه فرخه وظبطت تايمر. ده انا هعمل مطاطيز انا. يعني انا مبقاش ليا لازمه؟ ايوه مالكيش، انا ودي والمطاطيز. انتظروني في الجزء الثاني في وصفه المطاطيز. لو عايزيننا نعمل ندور على المطاطيز دي ايه ده؟ عمال اقول سوري انا اسف. لو عايزين تعرفوا المطاطيز بتتعمل ازاي، قولوا لي في الكومنتات وانا اعمل لكم المطاطيز. انا قصدي مطاطيز والله. مش هقعد معاك. انا والمطاطيز وهواك.